الوينرز والكورفا السود التونسية بأمريكا، واللي احنا كنا عارفين أنها حاجة ماشي عادية نظرا للكرة والعداوة اللي كيحملها كل فريق للآخر وكل مجموعة للأخرى، خصوصا بعد نهائي رادس الشهير من أول يوم للمجموعتين بأمريكا. وحنا كنسمعوا بمناوشات بين الدراري في أي لحظة كيتلاقاو فيها، زائد الأغاني اللي كانوا كيتغناو باش ينكشوا بها على بعضياتهم. الصراع الأولتراس بين الوينرز ومجموعة الترجي التونسي، واللي كان فيه مونديال الأندية ليس فقط مجرد ترفيه أو عطلة صيفية، ولكن الكواليس كانوا فيها بزاف ديال الحوايج اخرين كيداروا، بحيث ان كل مجموعة داروا ايام من التعقب وايام من التصوير والتجسس، واللي تحس فيها وكأنك في حرب نفسية بين المجموعتين بجوج، كل واحد فيهم باغي يبين الاخر انه الاقوى والاشرس، خصوصا وانهم في ارض محايدة. الوينرز غتقدر تفوز في هذه الحرب، والجائزة كانت هي ايطوندار رسمي لمجموعة الزاباتيستا، بالاضافة للعديد من الاوشحة اللي قدروا يستوليوا عليها الوينرز وعرضهم مقلوبين في اللقاء في صورة كتعكس هوية الوينرز وقوتهم في الافريق. هاد اللقطة واللي خلات كلشي شاد في راسو، وانا شخصيا بقيت شاد في راسي وما فاهم والو، ولكن من بعد بدينا كنسمعوا هضرة ان الوينرز غيطبعوا داك الايطوندار وانه غير رسمي، والرسمي فرا باقي بحوزة الزاباتيستا، واللي جواب الوينرز فيه كان بعرض ملابس احد اعضاء الزاباتيستا المسروقة مع الايطوندار، واللي كان فيهم بطائق انخراط الاعضاء. وهذا الشيء إن دل على شيء، دل على أن الوينرز قامت بعمل جبار من جميع النواحي بدولة أمريكا، وعادت منتصرة للمغرب مرفوقة بغنيمة جديدة غنعرفوا عليها بزاف ديال الحوايج في الأسابيع القادمة إن شاء الله.